الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فما زلنا بحول الله وقوته مع ذكر آداب المساجد. وقد وقفنا في اللقاء السابق عند دخول العبد إلى بيت الله تبارك وتعالى إلى المسجد، يدخل باليمنى ثم يقول الذكر الوارد عن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما دخل يستحب لداخل المسجد أن يبدأ بركعتين. ركعتين إيه دول؟ ركعتين هما تحية المسجد، وإن كانت تحية المسجد ليست بواجبة، غير أنها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمره بها صلى الله عليه وسلم أصحابه في أكثر من موضع. منها حديث أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. والحديث متفق عليه، ركعتين تحية المسجد. وعن طلحة ابن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا، يعني اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: أي الرجل، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، يعني إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ يعني هل علي غيره فرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع، يعني تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال الرجل: قال: هل علي غيرها؟ هل علي غيرها فرض؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل، ذهب وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، لا هزود ولا نقص أكتر من الحاجات الفرض علي دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي الحديث من دلالاته ومن فوائده أن الرجل عندما سأل عن الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها فرض؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فاستدل من استدل بها على أنها سنة مؤكدة. أيضا من آداب المساجد إذا أقيمت الصلاة أن يلي الإمام في الصف، يعني يقف وراء الإمام خلف الإمام في الصف الأول مباشرة. مين؟ أولو الأحلام والنهى، اللي هم أهل العلم، أهل القرآن، وذلك لعظيم الحاجة إليهم. عن أبي معمر عن أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني، يعني ليصلي خلفي مباشرة، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام أصحاب الألباب والعقول، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهكذا. وهي قاعدة وضعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيان المعيار، المقياس الشرعي الذي به يقدم الناس ويؤخرون. العلم هو الذي يقدم ويؤخر. أولو الأحلام والنهى أصحاب الألباب والعقول. لماذا يقدم هؤلاء على غيرهم؟ لمصلحة الصلاة، ولمصلحة المصلين، ولمصلحة الإمام.
هي إذا مصالح شرعية ليست عن أهواء حاشا لله، ولا محبة، ولا إلى آخره من الأمور غير المعتبرة شرعا. لا، المسألة مش كده خالص. أمال إيه؟ أصحاب الألباب والعقول ليضبطوا الصلاة ويحفظوها، وليكونوا أقرب الناس إلى الإمام. إذا ما فاته شيء نبهوه، إذا ما زاد في الصلاة شيئا نبهوه، إذا ما نقص من الصلاة شيء نبهوه، وهكذا يضبطوا الصلاة ويحفظوها. وأيضا وليقتدى بأعمالهم من وراءهم من المصلين. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. سبق أن قلنا ليليني يعني ليصلي خلفي مباشرة في الصف الأول. أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونه ثلاثا، ثم قال: وإياكم وهيشات الأسواق. إيه هيشات الأسواق؟ يعني ما يكون في الأسواق من الاختلاط والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات إلى آخره. فيقدم في الصف الأول خلف الإمام أصحاب العقول والنهى. أيضا من آداب المساجد تسوية الصفوف. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. والحديث متفق عليه، وفيه دلالة على أنه الصف إذا لم يكن في تسوية تامة كان ذلك مما ينقص من الصلاة، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحادوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. والإمام الألباني رحمه الله حسن هذا الحديث. إذن تسوية الصفوف وإقامتها من آداب المساجد. ومعنى لينوا بأيدي إخوانكم يعني إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل من كبيه حتى يدخل في الصف إذا لم يكن له مكان يقف فيه. إذن تسوية الصفوف من آداب المساجد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من تمام الصلاة. جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تمام الصلاة تسوية الصف حتى لا يسرع المصلون إلى إقامة الصلاة وأدائها وصفوفهم غير مستوية، فينقص ذلك من أجورهم وهم غافلون. إذن على العبد أن يساوي صفه. أيضا من آداب المساجد النهي عن الصف بين السواري. السواري الأعمدة التي تكون في المساجد، الأعمدة التي تكون في المساجد. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة بين السواري بين الأعمدة، يعني أن يكون الصف بين الأعمدة فيأتي العمود الساري في منتصف الصف فيقطع الصف ثم يستكمل من الناحية الأخرى. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونطرد عنها طردا. والحديث قال الإمام الألباني حسن صحيح، وقال
رحمه الله: هذا الحديث نص صريح في ترك الصف بين السواري بين الأعمدة، وأن الواجب أن يتقدم أو يتأخر بحسب ما يراه رواد المسجد. المهم أن يتفادى رواد المسجد أن يكون الصف مقطوعا بالأعمدة، إلا إذا كانت هناك ضرورة، هذا شأن آخر. وأما الأصل في المسألة ألا يكون الصف بين السواري بين الأعمدة حتى لا تقطع الصفوف، وحتى تكون أكتاف المصلين بعضهم إلى بعض ومناكبهم بعضهم إلى بعض صف واحد. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن نستكمل هذا الأمر إن شاء الله رب العالمين في اللقاء القابل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.